الثورة على طول. هو كانت أجواء طبعا مختلفة تماما عن دلوقتي. أنا أول مرة آجي بعد الثورة ثورة واحدة بقى، يعني عندنا الطاقة اللي تخلينا بدل الثورة وتوابع الثورة يعني ثورة جديدة. يعني حابة أسمع أي تساؤلات، أي ملاحظات، أي حاجة سواء على مستوى الحزب أو على يعني المستوى العام. يعني عايزة أقول لكم إن أنا يعني جيت أمانة التنظيم كان من الدكتور محمد البرادعي فترة كده كانت مش بأفضل أحواله. اشتغلنا وعملنا شغل عبر الشهور اللي فاتت دي، احتمال كنت حسيت بيه معرفش يعني، لكن احنا في الحزب ده منتجة وإعادة تنظيم الحزب مرة ثانية. عايزة يعني اشتغلنا ال4 سنوات اللي فاتت دول وعشت يعني. أتصور إن احنا دلوقتي بقينا واقفين على أرضية معقولة جدا هذا الحزب تنظيميا. ما كانش عندنا قواعد بيانات، النهارده بقى عندنا قواعد بيانات برضه. انا ممكن تعالي ما كانش عندنا قواعد بيانات، اصبح عندنا قواعد بيانات. ما كانش فيه آلية اختيار العضويات والكابينات، دلوقتي بقى ما كانش يعني تقريبا كل ما كان موجود في الحزب لما تولينا هذه المهمة. يعني كل اللي كان موجود ما كانش فيه أي شيء ممكن نبني عليه مؤتمر عام حتى يعني على مستوى سنة قدام جدا عشان نقدر نأسس القواعد اللي ممكن نروح بيها للمؤتمر العام. النهارده الحمد لله احنا عندنا معظم الأمانات اللي ما كانتش متسجلة عندنا قواعد بيانات الحزب، كل تقريبا التسجيلات والاختبارات اللي بتخص الاعضاء كلها دخلت على الانترنت. عندنا كمان دلوقتي شبكه بتضم ما بين او بتربط ما بين مثلا امانه الفيوم المركزيه والمركزيه هناك في القاهره. كمان شبكه بتربط ما بين كل الامانات المختلفه على مستوى الجمهوريه. عندنا دلوقتي استعدادات تخص ازاي نقدر كلنا ندخل مثلا على صفحه اسمها صفحه دستور بوك زي الفيسبوك، ونتعامل كلنا على الشكل اجتماعي، يعني اجتماعي لكن فقط لاعضاء حزب الدستور. ده هيبدا ان شاء الله خلال شهر. يعني هو البرنامج بيتطور في مرحله التدريب دلوقتي وهنشتغل عليه بعد شهر تقريبا. فده هيبقى فرصه كويسه ان احنا نشوف بعض بقى على مستوى شبكه مسؤوله علينا بالاعضاء. دلوقتي بقى عندنا امكانيه ان اي اختبارات هتيجي تخص الاعضاء اللي دفعوا اشتراكات مباشره هيعمل لهم بطاقات العضويه او الكارنيهات اللي هي كان المفروض تتعمل فيها من سنه اكتر، لكن اسباب كتير يعني تخص العدد الكبير جدا من الاعضاء. كل شويه بندخل كل شويه الجسم عمال يكبر، جسمك بيكبر مفيش الهيكل الاداري بيشيل. كمان واحنا بقى بنتكلم على مؤتمر عام، يعني هيبقى فيه لائحه تتعدل. يعني المفروض هو في لجنه اللائحه المركزيه هناك مش هتقدر تاخد اي قرار الا بعد العوده الى القواعد والمحافظات. وده هيبقى عبر الاليات اللي امانه التنظيم دلوقتي بتاسسها وموفراها. يعني ممكن جدا انه الاعضاء هيقترحوا مساله اللائحه وتعديلاتها وكذا، هندخل عليها في استطلاعات راي بتتعمل وفي فيدباك هيحصل من الاعضاء المؤسسين وغير المؤسسين. احنا بدانا خلاص نقبل الاختبارات العضويه وتدخل على السيستم اللي هي تخص غير المؤسسين الاعضاء، لان احنا خلاص بنتكلم على اعضاء ومؤسسين الاثنين زي بعض، هيبقوا زي بعض في المستوى العام.
بيستنى عليا احمد نجاحي عشان احمد نجاحي يعني هو المؤرخ ليا في اي اجتماع هناك في القاهره، وهو دايما يقول انا جاي مكلف من الفيوم ان انا يعني اعبر عن كذا وكذا، هو احمد نجاحي. القرار بتاع اعضاء احمد ده بالفعل نفذ، وعملنا خلاص بلاتفورم اللي يخص الاعضاء فقط، وبالتالي حضرتك واللي معاه الباسورد واليوزر نيم هنا في الفيوم لو انت دخلت هتحمل الكاميرات العضويه هتتحمل معاك. المهم انه يبقى مستوفي مالي الاستماره ودافع الشيء. عندنا مشكله كانت في موضوع الاشتراكات اللي هي بقى فكره ارتفاع قيمه الاشتراك او كذا. عايزه اقول لكم انه حتى مع الاشتراكات اللي هي لما اتخفضت عندنا مشكله كبيره، حتى ان في لحظه محتاجين نوسع العضويه، محتاجين نجمع اشتراكات الاعضاء، محتاجين يعني نشوف كل الفيوم مثلا هتقدم كام عضو، تقدر تجتذب كام عضو اضافي للمؤسسين اللي موجودين في المحافظه، لانه غالبا اللي بيأسس حزب ما بيستمرش في النشاط، اللي بيقوم بالنشاط هو الاعضاء اللي بتيجي بعد كده بتفتحها. انا بتمنى ان انتم كلكم تتعاونوا مع امناء التنظيم والعضويه هنا في المحافظه، تحاولوا تعملوا مجموعات اكبر شويه تشتغل ارضي. واتصور انا عارفه كويس الفيوم وحساسيتها، وعارفه ان انتوا هنا عندكم واجهه واضحه وصريحه، انتوا هنا ارض يعني صعب يعني غير القاهره وغير الدلتا وغير كذا. انا مدركه تماما الفيوم يعني، لكن عندي امل انا بتكلم على تيارات اخرى يعني من بس المهم ان احنا مش عايزين الحاله اللي انا شخصيا بتابعها على الاخبار وعلى صفحات الحزب. يعني الفيوم فعلا حاله متميزه جدا، لسه عاملين هيكله قريب، لسه يعني في امانه، لكن انا شايفه ان في نشاط محترم جدا، شايفه ان انتوا بتنزلوا وبتتحركوا. اعتقد ان عبر الشهور اللي فاتت يمكن ما يقلش عن 7-8 مرات كان في اتصالات بيني وبين الناس هنا في العداله. احنا موجودين على باب مقر المستشفى العداله اللي احنا مش عارف عملنا ايه، يعني واضح ان في رغبه كانت حتى من قبل يعني اجتماع لجنه التفكير. احنا مش هيبقى في اي شكل من اشكال الاندماج او حتى التصريح بانه هناك اتجاه لكذا، لكن في اصرار على ان ده مش هيحصل الا لما نرجع للقواعد والقطاعات الرئيسيه. ده اللي احنا حطيناه من بقالنا اسبوعين على صفحه الحزب، لانه يعني انت عايز تعمل اندماج. طلعنا احنا ال3 قيادات، رئيس حزب كذا ورئيس حزب كذا ورئيس حزب كذا، وقفنا في الاعلام جنب بعض كده وقلنا ومسكنا ايدين بعض وقلنا قررنا الاندماج. افترض انت اصلا قواعدك مش عايزه، مش موافقه على الحكايه، يعني واخد بالك؟ احنا لن نجتمع الا معاكم، احنا مش هنجتمع غير مع الشباب اللي معانا في الميدان. حتى احنا نوقف اجتماعات الجبهه احتراما ليكم، خلصوا وقولوا لنا، وهم خلصوا فعلا يعني وارتاحوا وريحونا بصراحه برضه ارتاحوا وريحونا على القضايا. الفكره فعلا انه هي بس انا حابب اناقش كل الزملاء، اناقش حضرتك، اناقش كل الزملاء انه تاريخ كل الثورات في الدنيا بيقول انه مفيش حاجه اسمها فراغ. الفيزياء نفسها بتقول مفيش حاجه اسمها فراغ. كسرنا العسكر في محمد محمود، ثم ادي الاخوان اتكسروا نسبيا. المؤسسه العسكريه خدت خطوه لورا دلوقتي، لانه القوه الجماهيريه المطروحه في الشارع مش هتخليها تقتل. فهي واخده خطوه لورا، ودي فيها امكانيه لبناء قوه ديمقراطيه حقيقيه على الارض. ده هيستغرق وقت. الراجل ده بيقول كلام زي بس اللي لازم نمشي توعي كده. برنس عبد الحكيم هو يا جماعه الناس اللي ورا ده كلام مهم جدا والله. انا ما سمعتوش في القاهره الكلام ده، يعني ان احنا نقعد بقى نفكر في الشيء مش عارف الشكل ده ونتكلم فيه. احنا ناس غرقانين تمام. الناس اللي ما فكرتش بشكل عادي واسع فينفع. انت لك
اذا لم يتم انشاء كيانات ديمقراطيه على الارض في مصر احنا هنظل اسيري على راي الله يرحمه فرج فوده التبادل العسكري الاسلامي. اذا ما كانش عندنا احزاب ديمقراطيه حقيقيه موجوده في الشارع قادره على تنظيم الجماهير مش هنعمل حاجه. عندنا استحقاق انتخابي كمان 6 اشهر، عندنا دستور قبل منه، هذا استحقاق الإسلام. وفي نفس الوقت خلينا صراحه كلنا مش هنظلم احزابنا. احنا نتحدث عن الاحزاب اللي نشات من رحم الثوره، الدستور والنظام الاجتماعي والتحالف التيار الشعبي. لن اتحدث عن سواء مش هنظلم احزابنا ان كنا بنبني احزابنا في نفس الوقت اللي مشغولين فيه معركه محمد محمود وبمعارك متتاليه في الميادين وفي انعدام امكانيات وفي خبرات تنظيميه شبه معدومه في مصر كلها. المجتمع ما كانش فيه تنظيم اصلا لا نقابات ولا احزاب. دي حقيقة. بس احنا دلوقتي على المحك. انا عندي الحل. ده السؤال اللي لازم نساله لنفسنا ونبقى مهمومين بيه 24 ساعه. الحل التنظيمي لينا ايه؟ قدرتنا على بناء وتنظيم جماهيرنا في الشارع قد ايه؟ انا شايف انه ده موضوع محتاجين نتناقش فيه. وهل إطلاعا اللحظة دي في العمل ده في الاتجاه ده مناسب؟ بصراحه انا واحد من الناس يعني حتى لما تقعد على القهوه اكتر مكان، يعني احنا بنقعد على مجموعه قهوه هنا البلد صدرها مفتوح للعمل. ده جاي بيشربنا. احنا اصلا اتولدنا على احنا قايمين بدورنا كويس. احنا بقى هنملى الفراغ ده ولا هنستنى لما حد اللي يملاه؟ على فكرة فات شهر يا جماعة. أنا كنت متصورة إن مثلا الشهر ده تنظيميا برضه تنظيميا كحزب أنا كنت متصورة إن إحنا أنت عندك زي ما اسم حضرتك حكيم محمد زي ما بيقول عندك طاقة مفتوحة نفس نازلة بقى المرة دي بكل العائلات زي ما كانت بتقول أطفال وكذا. طيب احنا ازاي هنقدر نحول ده لعضوية؟ وانت في النهاية انت حزب لازم تتنظم وبالتوازي لازم يكون في انتخابات، انتخابات، دستور، كل ده لازم يتم بالتوازي. وسباق مع حاجات كتير، سباق مع فكرة الاستبداد، إعادة إنتاج الاستبداد مرة ثانية، الرعب اللي موجود عند الناس، الفزع اللي موجود في الإرهاب، ما عندكش مجالس نيابية وما عندكش فراغ. عندك على الجانب الآخر ممكن يبقى فيه في قلب الأحزاب نفسها قوة بتخلق شوية. احنا عندنا تحديات كبرى. هل احنا مدركين ان احنا الوقت فعلا ضيق؟ يعني انا مش بقول انا بقول احنا حتى هناك قبل ما نقول احنا هنا حقيقي. يعني انا بحس ان الساعة بتفرق دلوقتي. عايزين انا ممكن اتعرف على كل طب عندي اقتراح ليكم. انا امبارح كان في واحد بيأجر لنا الشقه بتاعه التجمع الخامس عشان كان عندنا امل نفتح مقر في القاهره الجديده علشان تجيب اشتراكات. انا بقى القاهره الجديده يعني حته الشيك بقى عندنا امل. فلما الراجل قعد واحنا بنمضي العقد قلت له حضرتك احنا عايزينك تتبرع بالمقر الهديه بقى للدستور. فيعني ايه انا طماعه شويه. يعني انا عايزه اعرف ازاي يبقى التحالف في حته والدستور في حته هنا. بتفكروا في يعني هو احنا قريبين من الدستور ممكن نفتحهم على بعض. نعمل كوبري يعني انا عارفه ان مثلا احنا سمعنا عن او انتوا سمعتوا عن موضوع الاندماجات واسماء احزاب بعينها. مصر ديمقراطي اللي هيحدد على ارض الواقع احنا هنندمج في حزب مع مين؟ تنزل الشارع. اللي عارفه انا ممكن تقف مع حكيم او ممكن تقف مع محمود. يعني احنا هنبقى مع بعض ليه؟ عشان في علاقه صح؟ طب احنا بننقي ليه؟ احنا بنفرز ليه؟ بنقول الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب مصري احرار بس ليه؟ يعني احنا في النهايه ما هي عباءه واسعه. يعني حتى الدستور